السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ادعي لي دعوة حلوة من قلبك، انزل اكتب لي كومنت شجعني ويدعمني ويحفزني يخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. هنجز في المقدمة عشان ما تقلش عليكم وما رخمش عليكم. عاملين ايه؟ والله العظيم وحشني. بصوا الصراحة يعني لقيت كده مكان قلت لازم نجربه. لقيت ناس كتير قوي عامله ريفيوهات عليه، وناس جايه من القاهره تعمل ريفيوهات عليه، وبيقول لك المكان ده حاجته ما حصلتش وحاجته جميله. فانا الصراحه ايه، ضربت في دماغي بقى اجربه. المهم المكان ده فاتح فين؟ المكان ده فاتح في محطه الرمل ورا الغرفه التجاريه، اسمه بقالي، وهو بيعمل سندوتشات بقاله. يعني ايه، سندوتشات ميكسات كده حلوه. قلت اجيبها ونجربها سوا. الصراحه كنت ناوي اصور الفيديو ده بره، بس الدنيا ضلمت عليا فلقيت الدنيا بايظه، فقلت ايه، هاجي اصوره في المكان الجميل ده. المهم بقى اهم حاجه دلوقتي، لو انت اول مره تتفرج عليا من فضلك لو سمحت تنزل تعمل اشتراك في القناه، تحط اللايك المتين على الفيديو، تكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين، ويلا بينا نبدا في الفيديو. نبدا بايه؟ لقطات سينمائيه رائعه. كوكو؟ مفيش كوكو هنا. بص يا باشا، دلوقتي هو المشكله الوحيده اللي قابلتني ان وقت الانتظار عندهم قعدت حوالي ساعه ل 10 دقايق قبل ما الاوردر جهز. طبعا الدنيا هناك زحمه جدا عشان المكان لسه فاتح جديد، فمش مشكله هنعديها له. المهم بقى طلبت كذا حاجه ما لقيتهاش، فاحنا طلبنا ايه، جبنا سندوتش ميكس جبن، وده سعره كان 14 جنيه. تمام. وجبنا سندوتش اسمه عنترة، وده تقريبا ميكس لحوم على ميكس جبن، وده سعره 25 جنيه. وجبنا سندوتش بسطرمة، وده سعره 13 جنيه. وجبنا سندوتش حلو اسمه عليه العوض. تمام. وده سعره كان 14 جنيه تقريبا او 15 جنيه، في الرينج ده. هي الاسعار مش مكتوبة هنا، بس انا طبعا هحط لكم المنيو في اخر الفيديو. نبدأ بايه؟ الحلو هتلاقيه تقيل. الحلو هلاقيه تقيل؟ يعني نحط كده وهي ورزقها. ممكن نبدأ بالحلو. لا الحلو هتلاقيه تقيل. الحلو والله العظيم طلع الحلو. اهو عليه العوض اهو. لا بلاش نبدأ بالحلو. تعالي كده ايه، نطلعوا السندوتشات كلها. المهم نبدأ بأول سندوتش. أول سندوتش ده اسمه عنترة. تمام. وده ميكس لحوم وميكس جبن في نفس الوقت. تمام. وده سعره 25 بلبل. بصوا ده هنا فيه صدق وفي مش عارف، في حاجات كتير. السندوتش عامل ازاي بقى يا جدعان؟ يعني ايه، انا شايف حاجات ياما قوي الصراحه. السندوتش وزنه تقيل، بس هو حجمه مش كبير. يعني بالرغم من كل ده سعره 25 جنيه، بس العيش ده مش هيشبع. يعني انا ممكن اكل السندوتش ده مش هشبع. لا، تعالوا كده ندوق الميكس الغريب ده، سندوتش عنترة. يلا ندوق ونقول بسم الله. بص، هو السندوتش فيه ميكس حاجات كتير قوي جوه. كل اللي انا ضايقه السندوتش حادق جدا 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 فوق الوصف. يعني انا دلوقتي اكلت السندوتش بس بقي، مش عايز اقول لكم، بقي وجعني والله. حادق قوي قوي قوي. الصراحه السندوتش ده يعني ما كيفنيش. هو الميكسات اللي جواه حلوه، بس بالنسبه لموضوع الحدوقيه ده يبوظ الدنيا. لا مش هنديله تقييم بصراحه. تعالى ندخل على السندوتش اللي بعد كده. بعد كده بقى معانا سندوتش ميكس جبن. وانا الصراحه اول حاجه كنت عايز سندوتش جبنه تركي مقليه. قال لي مفيش، خلصت. تاخد شيدر؟ قلت له هات شيدر مقليه. بعد ما طلع لي الاوردر قال لي معلش برضو خلصت. قلت له طب في ايه؟ قال لي في سندوتش ميكس جبن وكده. قلت له ماشي هاته زي بعض. فده سعره عامل 13 جنيه تقريبا و99 قرش، مش عارف يعني بصراحه. طبعا الميكسات دي وهي سخنه بتبقى في حته تانية خالص، بس هو هنا من الواضح ان الجبنه جوه مش سايحه. يعني هي دي حته بس جبنه اللي سايحه هنا، والباقي مش سايح. تعالوا كده ايه، ناخد قطمه ونسمي ونقول بسم الله. تعالوا اتفضلوا معايا. بالنسبه للسندوتش ده، هو الصراحه جواه جبنه نوعها نضيف. يعني السندوتش حلو، وانا حسيت للحظه كده ان السندوتش ده هيطلع حادق، مش عارف ليه. بس الصراحه لا، السندوتش عجبني. باش نتكلم في الاسعار بقى لان كل حاجه غاليه. تقييم السندوتش ميكس الجبن ده اديله 8 من 10. تعالى ندخل على بعد كده بقى. بعد كده والسندوتش ده بقى ايه مزاج انا الخاص بقى، سندوتش بسطرمه. طبعا احنا عندنا في اسكندريه يعني معروفين احنا بالبسطرمه والحاجات الحلوه دي، احنا شاطرين قوي فيها. فانا بقى ايه، يا رب ما يطلعش حادق. لو طلع حادق يبقى قفلني، يبقى انا كده اتقفلت. اوه، ده سندوتش بسطرمه عليه، عليه طماطم.
بسطرمه وطماطم بس. السندوتش ده سعره عامل هو يا 14 يا 15 يعني في الرينج ده. فتعالوا كده بقى ايه، هكتب لكم الاسعار، هكتب لكم كل حاجه. تعالوا نجرب السندوتش ده، ميكس جامد قوي. عارفين هنا لو في شويه جبنه تركي كده يا لهوي كيف، ده الكيف بقى. يلا ندوق، بسم الله. بصوا هو الصراحه السندوتش حلو ومليان وكل حاجه، بس 15 جنيه مبدئيا كتير عليه قوي، فدي اول حاجه زولتني. يعني ده لو في سكه ال10 جنيه يبقى حلو. تاني حاجه بقى هو مش مسوي البسطرمه، مديها تشويحه كده على الجريل، فهي مش مستويه كويس. فانا الصراحه مش ده كيفي في البسطرمه. يعني البسطرمه دي لازم تتعمل كده بالجبنه التركي او تتعمل بالبيض، هتبقى في حته تانية. هو الساندوتش حلو وشغال وكل حاجه، بس انا الصراحه انا اعترض. يعني انتوا عارفين الحلو اقول عليه حلو، والنص نص اقول عليه نص نص. فانا تقييمي للسندوتش ده برضه هديله 8 من 10. اخر سندوتش معانا بقى، ويلا بسرعه قبل ما اللاب يفصل. اللاب بنسجل عليه الصوت، وهو سندوتش عليه العوض. ده سندوتش حلو عباره عن نوتيلا واوريو وكريمه تقريبا يعني، وده سعره برضه ايه 14 15 جنيه يعني في السكه دي يعني. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. يا خبر ابيض. بس طبعا مش هيبقى برضو زي السندوتش اللي احنا عملناه. يلا ندوق يا جدعان، يلا ندوق ونقول بسم الله. الصراحة سندوتش حلو، يعني مفيش اختلاف ان السندوتش ده حلو. انا عن نفسي تقييمي السندوتش ده هديله 9 من 10. بس هو في حاجة واحدة، ايه هي؟ السندوتش الحشو بتاعه مش مليان. يعني انا حاسس بالعيش الفينو من جوه. المفروض سندوتش شوكولاته يكون مليان شوكولاته، ما احسش بطعم العيش خالص. انتوا فاهميني؟ بس هي تجربه يعني كويسه، مش تجربه واو ومش تجربه لا. هي ايه، نص نص يعني، نص ونص، نصه كده ونصه كده. بالنسبه للاسعار بلاش نتكلم في الاسعار. لو انتوا بقى جربتوا المكان ده انزلوا اكتبوا لي تحت وقولوا لي رايكم ايه فيه، او ناويين تجربوه. بعد ما تجربوه اكتبوا لي برده تحت قولوا لي نايس ولا نوت نايس. بس كده الريفيو بتاع النهارده. كنا بنجرب مكان اسمه بقالي، موجود في محطه الرمل ورا الغرفه التجاريه. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تحط اللايك، اهم حاجه تنزل ترزع لايك متين كده، تنزل تحطوا لي تحت، تكتب لي كومنت تحت لو عايزنا نجرب اي مكان تاني. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.